وبكده احنا عملنا خشاف رمضان بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وطعم بقى تحفة مقولكيش عليه. تابع معايا الفيديو للآخر عشان نشوف الطريقة وازاي عملنا الخشاف الجامد ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. ولو الفيديوهات بتعجبكم يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، ولو انتم محتاجين اي تعليق او اي سؤال يا ريت تقولوا لي. والنهارده هنعمل بقى حاجة يعني هي اساسية في رمضان يعني الخشاف. هنعمله بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا. يلا بينا ندخل في الفيديو. المكونات طبعا هنجيب قمر الدين مقطعينه، عندنا بلح شايلين النوى بتاعه وغسلينه كويس جدا، وعندنا قراصية ومشمشية وتين، كل ده مجفف طبعا غسلناه. لازم الحاجات دي تتغسل كويس جدا. هنبدأ نجيب بولة كده ومية سخنة نحطها فيها، بسم الله. وهننزل كده بقمر الدين، هنبدأ ننزل بقى بالسكر. السكر حسب الرغبة، يعني حسب ما انت بتحب السكر. برضو بتبداي تقلبي كده. هو كده كده القمر الدين هيدوب من المية السخنة، ان احنا لسه هنسيبه فترة يعني. لازم تعمليه قبل الفطار يعني على الاقل بساعة يعني. هي المية السخنة حتى لو البلح بتاعك ناشف هتطريه. وهعرفك برضو في فيديو تاني ان شاء الله ازاي البلح الناشف بتحوليه لبلح الطري. هنبدأ ننزل بالبلح بتاعنا، بسم الله. هنبدأ ننزل برضو بالقراصية والتين والمشمشية. هنبدأ نسيبه ساعة، وهقولك برضو نعمل ايه. بتحطي زبيب، ولو انت عايزة تحطي مكسرات حطيها، بس المكسرات بتتنقع قبلها لوحدها عشان تبقى طرية، لكن انا مش بفضل المكسرات بصراحة. احنا غطيناه وكمان ساعة ان شاء الله ونيجي نشوف الدنيا عاملة ازاي. وادي يا حبايبي الخشاف بعد ما سيبناه حوالي ساعتين. طبعا كل الحاجات ما شاء الله عليها خلاص كده يعني بقت طرية. هبدأ بقى احط تركاية كده من عندي، كوباية من عصير البرتقال. دي بتفرق جامد جدا جدا في الخشاف، بتوديه في حتة تانية، بتخلي طعمه وشكله كده تحفة تحفة يعني. وبكده احنا عملنا خشاف رمضان بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وطعم بقى تحفة مقولكيش عليه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.